باي. والله يا احمد ما يبقى الزمالك ابدا ما حرق دمني، يعني هو يفرحنا امبارح ويحرق دمنا دلوقتي. يابا بس زين انه هو فرحنا اصلا. يا راجل زنيه يا راجل يا احمد، ده حكومك ما تلدش على حد ابدا. ده ويا عم قوم يا ابوي مالك انت؟ يا ابوي يقوم مش لاقيش نفسه في الدوري يا ناس. يا ابو ان شاء الله يظبط نفسه. طبعا يظبط نفسه، الدوري هيروح. ده نحن مش هنلعبوا ابطال افريقيا السنه الجايه، لو على حال دي مش هنلعبوا. يابا لعبه السيستم مع بعض. السيستم يا ويا عم شلبي، ده انت لاعب شوط كامل يا ابو خالد، لاعب شوط كامل. نحن ما شفناش اوفر ولا شفنا لما ولا شفنا حاجه يا ابو العم. ده السيسي هناك، عمرو السيسي تحسه كان يلعب على شرفه، وكان لما كان عندنا في الزمالك كان عامل مزل بحس كوفي. ايه يما الحكايه ده كان هيموت نفسه موت انهردي. والتغييرات غلط. سامسونج برضه لفوا ونزلوه. انا مش عارف ليه يابا، احس اني سامسونج. يا اوبامي يا اوبامي. ماله اوباما يابا؟ الراجل مش عارف مات العجله بتاعته هتشتغل لاني مش عارف. يا ابوي لسه يا ابو الدور هيروح. نحن خلاص نحن خدنا البطوله وربنا كرمنا ومشوار وعدناه. تمام. ليه احنا لحد دلوقتي نحن عايزين فرحانين وعايزين نحتفلوا بالبطوله وايه؟ بس عارف يابا، ايه؟ ارجع واقول لك ان سامسونج برضك في لمسه. يا راجل لمسه مين يا راجل؟ لك طحها لمسه، ده قاعد ياخد نقطه في فلوس. دي ما فيش حاجه اسمها لمسي، المفروض تنزل يحرط حر. يابا ان شاء الله هيحرب بس هي. طب يحرط مات، ده ليه سنتين ثلاثه على كده. لعيبه السيستم يابا ان شاء الله، اول ما تستسلم من لعبها تلاقي الدنيا كلها اشتغلت. حس عبد الله السعيد يا جماعه واقعين ماني امال حد سامع حسكم من ارده ولا شايفك. نزل يدك واقعين مين؟ انت مخك واخد بالك واقع في رجليها. ايه يا ستي انت تعملهم علي ولا ايه؟ اخذ بطوله ولت امبارح ونسم الله عليك، انت سخن ولا ايه؟ طب وانت هتعيش على البطوله دي طول عمرك على كده؟ كل ما يجي لك تقول لي خدنا البطوله ليه؟ امال هتاخدها كل سنه انت؟ امال ايه؟ انتوا النهارده متفوقين، فيوتشر ماسكاكم غسلاكم. تقعدوا ليه؟ ده في ضربتين جزاء لفيوتشر يا ستي، الحكم مشاهم من تحت لتحت. مشاهم هو نادي بن جده عشان يمشيها. ولا ده ما خدتش بالك منهم انت؟ يا عم انت معك ماتش يوم السبت، مالك ومال الحكاوي ده. انا معي ماتش يا ستي، بس انا واثق من نفسي. انا خلاص افريقيا حطيتها على جديد، هم جايين يسلمونا الكاس وراجعين تاني، انما انتوا هتشتغلوا الظلم دي في الدوري من دلوقتي. احنا برضه نحن بتوع ظلم. في ضربتين جزاء صح يا احمد ولا مش صح؟ الظلم معمول عشان النادي الاهلي يا اخي. اقول لك امال ايه يا جماعه؟ ظلم انتم. انا النهارده برضه مش همد يدي. طبعا انت عارف ليه؟ لا انا مش خايف منك، انا ممكن اجرشك من ودنك على جديد. عايز ايه انا؟ عشان الماتش بتاع يوم السبت يا صديق برضه. مش هسيبكم ان شاء الله. لا ده انا هعمل لك مفاجاه، انا عاوز اوجع ايدي دلوقتي من كتر الضهر. لا انا اشجعكم ان شاء الله. ولا تشجعناش يا صديق انت، احنا الحمد لله على جدتي. ليه مش نحن خليكم مع فرقتكم يا صديق، انتوا مش خدتوا افريقي. الف مبروك، تشجعناش تاني. ماشي. وحضر نفسك اليوم السبت يا صديق. حاضر. بص حضر، حاول انك انت يجيب لك فكره جهنميه، انا هعمل افجر مني، هبهدلك ان شاء الله بس تاخذوا الكاس وان شاء الله سهل. اعتبر ان احنا خدناه يا احمد. معلش اعتبر ان انتوا خدتوه. سلام يا صديق، هتلعبوا نفسكم اصلا. يلا من غير سلام. اقول لك يا ولد، انا من رايي يابا ان شاء الله يوم السبت نطلع نروح الغردقه، نروح العاصمه الاداريه، المهم ما نقعدوش في البلد خالص. انا من رايك ده والله صح. عشان الموضوع 0-0 هناك في تونس ده يخوف برضك. يا راجل ده الاهلي لعب احسن هناك، لا هي هنا الترجي هيعمل ايه؟ في رياشي. بص يا حماد، انت شوف لنا واخد بالك عربيه طالعه السبت الصبح نتكلوا على الله احنا. انا من رايي دلوة قطر نروح نبعبشوا من دلوة. يلا يلا بينا، بدل ما هو يوقف عنقه علينا في البلد.